ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سيادة العقيد. كريم. نعم، حياكم الله، مساء الخير لكل المستمعين والمشاهدين. مساء النور، بارك الله أخي فيك. الكريم، هناك اشتباكات عنيفة تدور في دمشق وريفها. نعم، بكل مناطقها قصف بالمدفعية شديد جدا، قصف بالصواريخ. هناك قذائف فيها مواد كيميائية قذفت على الريف الشرقي من دمشق وفي منطقة المليحة تحديدا. تبين أن هناك 3 شهداء و15 جريح، أو ليس جريح وإنما متأثر بالمواد السامة في حالة إغماء تام. نعم، في حالة إغماء تام. جبهة المعظمية ودارية تشهد قصف عنيف جدا بالمدفعية والدبابات والصواريخ والطيران الحربي. نعم. كما أن جبهة الجنوب الدمشقي تشهد اشتباكات كبيرة جدا بين جيشنا الحر وبين جيش الطغمة. كما هناك في حرستا والزمالكة وعين ترمى والقابون هناك قصف شديد بالمدفعية والصواريخ. ببرزة هناك هجوم من قوات الطغمة الحاكمة باتجاه اخوتنا واهلنا في برزة. اذا دمشق وريفها مشتعلتان كاملة. اما بالنسبة لما يحدث في القصير، طبعا ولا اخفيكم اذا قلت انه خسرت العصابة معظم قواتها وتستعين بالمرتزقة، ان كان من حزب الله او من العراق او من ايران او من حتى افغانستان وباكستان. نعم. جلبتهم كمرتزقة لتحمي النظام، والآن تدور المعارك على أشدها في قصير الحديد. ألو. نعم سيادة العقيد، أسمعك، تفضل. ألو. نعم، حزب الله حشد حشوده، وقوات النظام أو اللا نظام حشدت حشودها باتجاه القصير، وهي البوابة الرئيسية للمنطقة الوسطى. منها يمر الإمداد إلى الداخل السوري، وهي ذات أهمية كبيرة جدا بالنسبة للجيش الحر، وكذلك بالنسبة لما يسمى الدويلة العلوية التي يجري العمل على إقامتها من قبل النظام. المعارك مستمرة وشديدة جدا في القصير وعلى كل الجبهات، وأبطالنا البواسل من الجيش الحر حماهم الله وأيدهم بنصر من عنده وسدد رميهم وثبت أقدامهم إن شاء الله. يشتبكون مع قوى الشر في قصير ويكبدون أكبر الخسائر. لذلك لجأ النظام إلى قصف الطيران وقصف المدفعية وقصف الصواريخ، والصواريخ من نوع الجراد جاءت من لبنان. إذن القصف على القصير من لبنان لإحداث تدمير كامل في القصير، يعني اتباع سياسة الأرض المحروقة، لأنه لا يمكن للطغمة دخول القصير إلا على الأنقاض. لذلك لجأ إلى تدمير الحجر والشجر والبشر. نعم سيادة العقيد، ماذا تسمي هذا التدخل اللا شرعي لعصابات حسن الرقاص اللبناني في الأراضي السورية؟
وسكوت العالم السافر تجاه هذا التدخل؟ أخي الكريم، أن تدخل حزب الله في سوريا كان من اليوم الأول في الثورة السورية المجيدة. بالوقت التي كانت بها سلمية كان يتدخل من خلال خبراء، وتطور معه الأمر إلى أن تدخل بشكل فعلي، وهذا اعتداء خارجي على الشعب السوري. لا يمكن للدول أن تسكت عليه. ولماذا هي ساكتة؟ هذا سؤال برسم الإجابة من الدول المعنية. على كل حال تجري المعارك هنا، وتجري اللقاءات والمشاورات والاجتماعات للائتلاف والقيادة العسكرية والدول. إني أقول باسم الشعب السوري وباسم الجيش الحر في الداخل، أقول لا قوة إلا قوة الجيش الحر، ولا كلمة إلا للداخل. الداخل تأتي الكلمة الأولى والأخيرة، وكلمة الفصل من الجيش الحر في الداخل، وهم الذين سيفرضون وجودهم على كل الدول. ولا ألو. نعم سيادة العقيد أسمعك. ولا أحد في العالم يستطيع أن يفرض على هذا الجيش الحر أي إملاءات. الكلمة الفصل لمن حمل البندقية، الكلمة الفصل لمن يحمل روحه على كفه في الداخل السوري وفي كل مناطق الداخل السوري. نعم سيادة العقيد، سؤال آخر: ما هو سبب سكوت مجلسنا الوطني ومجلس الائتلاف؟ ألا يكفي التحدث بالسياسات التافهة المزعومة وهم ينظرون إلى دمائنا وهي تسكب ليلا نهارا وتأتينا؟ يعني حتى أصبح الاعتداء من يعني من لبنان، من الهرمل، يقصفون بصواريخ أرض. اليوم تم توثيق 5 صواريخ أو 6 صواريخ أرض من الهرمل إلى القصير. أخي، هناك فصل كامل ما بين القيادة أو ما يسمى القيادة أو الائتلاف وما بين الداخل الجيش الحر. ليس هناك أي ارتباط بين الائتلاف والجيش الحر في الداخل. طمع الكرسي أو الطمع بالإملاءات بالوعود هي التي تجعلهم يتصرفون هكذا. انهم يسكتون، سكتوا عن حزب الله، وسكتوا عن العراق، وسكتوا عن ايران وعن روسيا والصين وكل هذه الدول. نعم سيادة العقيد، يعني إلى متى هذا الصمت؟ إلى متى هذا الصمت الرهيب ونحن نذبح أمام العالم بأكمله؟ يعني حتى المعارضة الخارجية لا حراك لها، لا صوت لها، لا أي شيء تقوم به يعني أمام هذه الدماء. يعني ألا يكفينا تخاذل؟ نعم، الدول تقول لسنا بملكيين أكثر من الملك. إذا كان القيادة العسكرية والقيادة السياسية لما يقولون الداخل السوري وليست من الداخل بشيء؟ لا تمثلهم على الإطلاق، لأنهم لا يقفون معها. انتخبناهم وأيدناهم ورفعنا اللافتات بتأييدنا تمثيلهم لنا. إنهم الممثلون للداخل السوري، لكن لا إمداد. الشعب يجوع، الشعب بحاجة إلى كل طلقة، بحاجة إلى كل رغيف خبز، بحاجة إلى كل حبة دواء، وهم نائمون. نعم سيادة العقيد.
والدول تقف موقف الحياد لأنها ترى من الائتلاف ما تراه. حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا هم معارضة الآن وسيبقون المعارضة بعد إسقاط هذا الطاغية وعصاباته ومرتزقته بإذن الله. بإذن الله. بارك الله فيك سيادة العقيد أبو الوفا، كنت معنا من الداخل السوري، شكرا لكم. بارك الله بكم. كانت طيبة كثير، اللي شارك فيها تقريبا أكثر ألوية وكتائب الخطوط الشرقية. إن شاء الله هو هذا بداية جيش المسلمين بإذن الله تعالى. في سبيل الله نحيا ونموت في حياة العز أو موت الفداء، وإذا ما هدف الداعي إلى نصرة الإسلام لبينا النداء. في سبيل الله نحيا في إباء. الحمد لله كل معنوياته عالية وجاهزين كل الحرب، وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله عز وجل. وإذا متنا فإن الشهداء، وإذا متنا فإن الشهداء، وإذا مات في الجو الرصاص جاوبته بالصدى شؤم الجبال. هي معركة فرقان، هي تفريق ما بين الحق والباطل. التوحيد معركة الفرقان خطوة إيجابية أولى نحو التوحيد الأكمل بإذن الله عز وجل، وهي نمجات غالية.